ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. أيها الأحبة الأكارم، سيداتي سادتي، أهلا ومرحبا من استاد بطولة كأس العالم بأقل من التي نشاهد فيها أخضرنا الوطني ونطمئننا. اليوم نغبر موعد من مونديال قطر 2023 في معسكر أخضرنا الوطني لله تعالى في المونديال قطر 2023 في هذا التحضير المهم عبد الله العمري، قلبي دفاع امام ظهيري الجنب سعود سليم فراس البركان. تشكيله هيرفري منتخبنا اداء كبير ننتظره في مباراه هذه المباراه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها السيدات، بطوله كاس العالم طويل الى الامام. عبد الله مادو تبدا مادو، وكذلك ايمن يحيى قوي. هذا اسحاق في مشاركة لجونارسون بعيدة من مدرجات يشاهد المباراة كلها. راح يكون مكان كأنه اعتقد كرة ملعوبة على طول من ديسبيرسون. وصل التحرك بصراحة في الجهة اليمنى، التسديدة لكنها سهلة اللي هو ورياض شراحيلي طويلة انتهت إلى ركلة مرمى. على طول كرة بتصل من جديد خطيرة في هذه البريكة اليسار لتصل أيمن يحيى، خطيرة سعودية. كأنه استلم، كأنه مرر باتجاه بريكة عند محمد العويس طويلة. العمري تصل من جديد، راح يكون هدف عالمي قبل العالمية. كرة بتصل باتجاه سعود، وصل شوف التغطية من حسن تنبكتي وسقوط، لكن خطأ بالتأكيد انه يلام فيه بشكل كبير. حسن تنبكتي ترك كرة ملعوبة طويلة والى الامام باتجاه طويلة خطير. شوف بالحالة شوف نيلسون، كرة ملعوبة طويلة والى الامام بدون كرة منتخبنا يتحرك بشكل اليمنى. فاتح الجبهة تمريرة الله لكن فيها راية رؤية شكل منتخب. محمد العويس من حارس خطيرة جدا لكن فيها رأسن جوناثان يونسون. كرة ملعوبة طويلة إلى الأمام، تمرير نفس الكرة لمصلحة ثورفالدسون. كرة طويلة إلى الأمام خطيرة بتعدي من دوران بتصل سهلة إلى الجهة اليسرى سعودية. المشكلة اللي هو محمد العويس، كرة ملعوبة طويلة إلى الأمام جميلة، لكن واللي شارك أيضا في دوري الأبطال. سالم تسديدة قوية من مسافة، كان قريب من التسجيل أخضرنا لكن وصلت إلى سلمان عرضية وكرة جهة اليسرى خطيرة إلى الأمام. ليست كثيرة علنت عن هذا الأمر، لكن بعد كرة بريك الكرة تصل القوة عبد الله العمري برافو عنه قبل المباراة. سالم بالقدم لمصلحة دامير طويلة إلى الأمام، كرة المين وصلت إلى سالم المنتخب، والكرة بعد كذا بتصل. فيها حالة من عدم التفاهم ما بين قربها باليمنى الكرة لدى سالم، عرضية جميلة باتجاه سعود عبد الحميد صلح أداء أكبر. كرة العرضية عبد الله المالكي انتظر الحركة داخل منطقة الجزاء عند فراس بريك. الصورة محمد كنو اللي يظهر في بطولة كأس العالم اللقاء وبدءا من يونيو الماضي حينما عسكر بقتي لأخضرنا. نحن نتكلم عن خطيرة بتعدي دوران استلام عرضية طويلة خطيرة بالراس من ظهير إلى ظهير السعودي. عودي أول، يا سلام تتقدم عن أول أهداف المنتخب السعودي اليمنى بحول الله تعالى يفي بالوعود من أمامنا بره سعود. وكذلك أيمن يحيى قوي. هذا إسحاق في مشاركة اليسار لتصل أيمن يحيى، خطيرة سعودية. نيلسون إسحاق ثورفالدسون، كرة طويلة إلى الأمام خطيرة بتعدي من دوران عن هذا الأمر، لكن بعد كرة بريك الكرة بتصل القوة عبد الله العمري برافو عنه قبل المباراة. العرضية عبد الله المالكي انتظر الحركة داخل منطقة الجزاء عند فراس بريك، لكن خطأ بالتأكيد انه يلام فيه بشكل كبير. حسن تنبكتي ترك كرة ملعوبة طويلة إلى الأمام باتجاه طويلة خطير. شوف بالحالة شوف نيلسون، كرة ملعوبة طويلة إلى الأمام بدون
بدون كوره منتخبنا يتحرك بشكل اليمنى. فاتح الجبهه تمريره الله لكن فيها رايه رؤيه شكل منتخب. محمد العويس من حارس خطيره جدا لكن فيها رأسن جوناثان يونسون. كره ملعوبه طويله من الامام تطوير نفس الكره لمصلحه ثورفالدسون. كره طويله من الامام خطيره بتعدي من دوران استقبالات كلها راح يكون مكان كانه اعتقد كره ملعوبه على طول من ديسبيرسون. وصل التحرك بصراحه في الجهه اليمنى التسديده لكنها سهله اللي هو رياض شراحيلي طويله انتهت الى ركله مرمى. على طول كره بتصل من جديد خطيره في هذه البريكه اليسار لتصل ايمن يحيى خطيره سعوديه. كانو استلم كانو مرر باتجاه بريكه عند محمد العويس طويله العمري تصل من جديد. راح يكون هدف عالمي قبل العالميه. كره بتصل باتجاه سعود وصل شوف التغطيه من حسن تنبكتي وصمود. متابعين يومياتي في مزرعتي هنا على برنامج اليوتيوب. الأرنبة دي بتاع واحد صاحبي يا جماعة، جايبها يلقحها من الذكر الفرنساوي بتاعي. طبعا هي أرنبة بلدي، شايفين طبعا دي عتقة كمان يا جماعة، عندها بتاع 3 سنين. شايفين ودنها صغيرة ازاي، اما ده الذكر ده ما شاء الله يعني ابن السنة ده، شايفين ودنه عاملة ازاي، الله أكبر. ده كمان هو دخله جرب، يعني دخله جرب ودنه بدأت ان هي تتقطع وتقشر فصغرت شوية. بصوا طبعا احنا بنقدمها للذكر اهو، طبعا حاطط له جرجير عشان الخصوبه، وعلى فكره هو طلع فوقها كذا مره بس هي اللي مش عاوزه. تمام، وهو ممكن يطلع عليها دلوقتي كده، هنشوف احنا مع بعض ان شاء الله. بس اهم حاجه ما تنسوش تتابعونا صفحه يومياتي في مزرعتي هنا على اليوتيوب علشان يوصل لكم كل جديد. هدخله واقفل الباب علشان يجي يطلعها، لانه بيشم الريحه تاني. بس بصوا هو بيفضل يشم فيها كده. طب ادخل، هدخله واقفل عليه ودقيقة بالظبط وهطلعه. يلا ادخل.